بيكم. النهاردة هنتكلم عن كتاب مهم قوي في عالم البيزنس والشركات الناشئة، من صفر لواحد، لبيتر ثيل وبليك ماسترز. أهلا بيكي. هو فعلا كتاب أساسي، يعني بيقدم رؤية مختلفة تماما عن إزاي نبني المستقبل. بالظبط. الفكرة المحورية بتاعته إن التقدم الكبير، القفزات النوعية دي بتحصل لما بنخلق حاجة جديدة خالص، اللي هو من صفر لواحد. أيوة، مش مجرد إننا نحسن أو ننسخ حاجة موجودة، اللي هو بيسميه الانتقال من واحد لنون. والشركات الناشئة هي اللي بتقدر تعمل القفزة دي بتاعت صفر لواحد. ومهمتنا النهاردة إننا نستخلص أهم الأفكار دي ونشوف كده إزاي ممكن تكون مصدر إلهام لأي حد بيفكر يعمل حاجة مبتكرة وقيمة فعلا. تمام. خلينا نبدأ بأول نقطة، وممكن تكون يعني صادمة شوية لكتير من الناس. الكتاب بيهاجم فكرة إن المنافسة دي دايما حاجة كويسة. فعلا، ودي يمكن أكتر فكرة بتثير جدل في كتاب. بيتر سيل شايف إن الهوس بالمنافسة ده ممكن يدمر الشركات. يدمرها إزاي؟ يعني بدل ما الشركة تركز على إنها نعمل حاجة فريدة وقيمة للعميل، تلاقيها غرقت في صراع عشان بس تغلب المنافسين. التركيز بيروح على الحرب مش على البناء. طب وده زي إيه مثلا؟ هو بيشبه الصراعات دي زي اللي كانت بين جوجل ومايكروسوفت زمان في كذا مجال، بيشبهها بالصراعات القبلية في مسرحيات شكسبير، زي روميو وجولييت كده. عيلتين بيحاربوا بعض عشان شبه بعض. بالظبط، لمجرد إنهم شبه بعض وفي نفس الحتة، مش عشان أهدافهم مختلفة أوي. وجهة نظر غريبة فعلا. طيب إيه البديل بقى للمنافسة المدمرة دي من وجهة نظره؟ البديل اللي بيطرحه هو السعي للاحتكار الإبداعي. احتكار؟ كلمة تخض شوية. هو بيوضح ده مش الاحتكار بمعناها التقليدي السيء اللي بيستغل الناس، لا، ده إن الشركة تخلق منتج أو خدمة مفيدة وجديدة لدرجة إن مفيش حد بينافسها فيها بشكل مباشر. يعني تبقى مميز لدرجة إنك لوحدك في الحتة دي. أيوة، وده بيخلي الشركة تحقق أرباح كويسة ومستدامة، فتقدر تستثمر الأرباح دي تاني في تطوير وابتكار أكبر وأكتر، وده في الآخر بيفيد المجتمع كله. تمام، فهمت كده. يبقى الهدف مش المنافسة في حد ذاتها، الهدف هو خلق قيمة فريدة. طب السؤال بقى، إزاي نعمل ده؟ إزاي ننتقل فعلا من صفر لواحد ونبني الاحتكار الإبداعي ده؟ بصي، الكتاب بيأكد على نقطة مهمة قوي: لازم تبدأ صغير. صغير؟ إزاي يعني؟ يعني تسيطر الأول على سوق متخصص جدا ومحدد، نيش ماركت صغير كده، تبقى فيه أنت الأحسن وبفرق واضح. التوسع يجي بعدين مش من أول. زي قصة باي بال كده، أما فشلوا في الأول لما حاولوا يستهدفوا أي حد معاه جهاز بالم بايلوت. بالظبط، النجاح الحقيقي ما جاش غير لما ركزوا على شريحة يعني صغيرة جدا بس محتاجة الخدمة قوي: البائعين الكبار على اي باي. الباور سيلرز كانوا بيعانوا فعلا من الدفع وقتها. أيوة، لما كسبوا الشريحة دي وسيطروا عليها، قدروا ينطلقوا ويتوسعوا بعد كده. تمام. طيب هل في صفات معينة للاحتكارات الناجحة دي؟ هو بيحدد 4 عناصر أساسية. أول حاجة، لازم تكنولوجيا خاصة بيك، بس مش أي تكنولوجيا، لازم تكون أحسن على الأقل 10 مرات من أقرب بديل ليها. تحسين بسيط مش كفاية. 10 مرات؟ ده كتير قوي. ما هو ده اللي بيخليك مميز فعلا. تانيا، تأثير الشبكة، يعني الخدمة تبقى أحسن كل ما ناس أكتر تستخدمها. زي فيسبوك وكل السوشيال ميديا، كل ما ناس أكتر تدخل قيمتها بتزيد للكل. بالظبط. تالت حاجة، وفرات الحجم، يعني التكاليف بتاعتك خصوصا الثابتة بتقل كل ما إنتاجك أو عدد مستخدمينك يزيد، وده واضح قوي في شركات السوفت وير. تكلفة النسخة الزيادة من البرنامج تقريبا ولا حاجة. تماما. ورابع حاجة، العلامة التجارية القوية، البراند يعني. بس استنى، البراند ده مش المفروض هو اللي بنبدأ بيه عشان الناس تثق فينا؟ دي نقطة كويسة، بس هو شايف إن البراند القوي ده غالبا بيكون نتيجة للنجاح في العناصر التانية اللي قلناها، مش سبب للنجاح من البداية لوحده. يعني مش هو الأساس؟ مش هو الأساس اللي تبني عليه كل حاجة لو مفيش منتج قوي فعلا. الاعتماد على البراند بس ده ممكن يبقى فخ. هو بينتقد محاولة ماريسا ماير مع ياهو زمان، إنها ركزت على البراند أكتر من المنتج نفسه. نقطة مهمة فعلا. طيب، في فكرة تانية لفتت نظري قوي في الكتاب، وهي فكرة الأسرار. بيقول لازم نؤمن بوجود أسرار لسه محدش اكتشفها. يعني إيه أسرار دي؟ الأسرار هنا مقصود بيها الحقائق أو الفرص الكبيرة اللي موجودة حوالينا، بس أغلب الناس مش شايفاها أو مش مصدقة إنها ممكنة. ممكن تكون فرصة تكنولوجية أو طريقة جديدة نفهم بيها احتياجات الناس. زي إيه مثلا؟ اكتشاف السر ده بقى هو أساس بناء الشركات اللي بتنتقل من صفر لواحد. زي اير بي ان بي مثلا. فكرة إن الناس تأجر أوض فاضية في بيوتها لناس غريبة،
دي كانت تعتبر فكرة مجنونة. بالظبط. أو أوبر وكريم هنا مثلا، فكرة إن أي حد بعربيته ممكن يشتغل ويوصل ناس، دي كانت أسرار قدام عينينا بس محتاجة حد يشوفها بطريقة مختلفة. تمام. وده بيخلينا نروح لنقطة تانية مهمة ذكرها، ضرورة إن يكون عندك خطة ورؤية واضحة للمستقبل، اللي سماه التفاؤل المحدد. أيوة، لازم يكون عندك تصور للمستقبل اللي عايز تبنيه فعلا، مش مجرد أمل غامض إن الدنيا هتبقى أحسن وخلاص. اللي هو التفاؤل غير المحدد. بالظبط. وهو كمان بينتقد الاعتماد الكلي على التجربة والخطأ والتعديلات البسيطة اللي ساعات بنشوفه في تطبيقات منهجية اللين ستارت اب لو اتعملت من غير رؤية كبيرة وجريئة من الأول. يعني هو مش ضد التجربة والتعديل؟ لا طبعا، هو مش ضد التجربة، بس ضد إن التجربة والتكرار السريع ده يكون بديل عن وجود رؤية أساسية قوية وهدف كبير بتسعى له. وقوة الرؤية دي بنشوفها في قرار زي بتاع مارك زوكربيرج لما رفض يبيع فيسبوك لياهو بمليار دولار سنة 2006. ده كان قرار عايز قلب جامد وثقة رهيبة في رؤيته. فعلا قرار تاريخي. وده يوصلنا لآخر نقطة رئيسية هنتكلم فيها النهاردة: قانون القوة أو الباور لا في عالم الاستثمار الجريء والشركات الناشئة. قانون القوة ده معناه إيه بقى؟ ببساطة معناه إن النجاح في العالم ده مش بيتوزع بشكل طبيعي، اللي هو زي منحنى الجرس كده، لا، أمال بيتوزع إزاي؟ بيتوزع بشكل متطرف جدا. يعني عدد قليل قوي من الشركات بيحقق نجاح خرافي استثنائي لدرجة إن مكسب الشركة دي لوحدها بيعوض كل خسائر أو النجاحات المحدودة لباقي الشركات في محفظة المستثمر. زي ما بيحصل في صناديق الاستثمار الجريء الكبيرة زي فاوندرز فاند بتاع بيتر ثيل نفسه. استثمار واحد زي فيسبوك ممكن يجيب فلوس أكتر من كل استثمارات الصندوق التانية مع بعض. بالظبط كده. وده بيأكد الفكرة المحورية للكتاب كله: الهدف مش إنك تعمل شركة كويسة أو ماشية حالها. الهدف لازم يكون أكبر. أيوة، الهدف لازم يكون إنك تبني شركة فريدة وقادرة تسيطر على سوقها وتحقق نجاح استثنائي، يعني تبني احتكار إبداعي حقيقي. يبقى كده الخلاصة من الكتاب ده إن الرسالة الأساسية هي دعوة للتفكير المختلف والجرأة. بدل ما نمشي ورا وهم المنافسة وتقليد اللي موجود وخلاص، الأهم إننا ندور على طرق نخلق بيها قيمة جديدة تماماً، نتحرك من صفر لواحد. فعلا، نبني حاجة فريدة تقدر بجد تغير شكل المستقبل في الحتة بتاعتها. وده يخلينا نفكر في سؤال مهم في الآخر. يا ترى إيه هو السر اللي ممكن يكون مستخبي دلوقتي في مجال شغلنا أو في حياتنا عموماً، وأغلب الناس مش شايفاه أو متجاهلاه؟ سؤال مهم جدا للتفكير. ممكن الإجابة على السؤال ده تكون هي بداية الشيء الكبير اللي جاي. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.